ولد فاتي، هذا الاسم اللي كيتردد في الفم ديال بزاف ديال الناس اليوم، ماشي لانه عنده مشروع ولا لانه كيقدم طرح سياسي عميق، ولكن لانه عرف كيفاش يركب على موجة الخوف الجماعي ويصبغها بصباغة الانقاذ الوطني. وهو في الحقيقة لا منقذ ولا وطني، هو مجرد صانع للوهم، تاجر في الرعب الرقمي، كيبني فيديوهات على جمل مخلعة بحال المغرب في خطر، البنية السرية، الانقلاب قريب، وكأننا عايشين وسط فيلم ديال نتفليكس. كتكتب السيناريو ديالو خلية ديال الكذب، وكيخرجوا اللقطات لايف من صالون الشك. ولد فاتي ماشي غالط في المعلومة، هو غالط في الفكرة كلها. هو ماشي واحد عنده نظرة، هو واحد ما فقدش الثقة في المؤسسات، بل فقد الثقة في الحقيقة نفسها. خلق من لا شيء منظومة كاملة فيها عدو وهمي ومخططات ما عندها لا بداية لا نهاية، ومعلومة خطيرة كيدور بها بحال شي سطل خاوي كيطقطق فقط باش يدوي، ما كيعطي لا مصدر لا وثيقة لا حتى خيط يتشد، فقط إيحاءات ونبرة مصطنعة ديال أنا عارف أكثر منكم، باش يبقى فوق الوهم، فوق الغبار، فوق المشاهدات. الخطير في الموضوع ماشي هو الخطير هو الناس اللي كيتبعوه وكيصدقوه، الناس اللي ملوا من الصمت، من الكذب الرسمي، من التضليل، ولاو كيقلبوا على اي واحد يهدر. ولكن المشكله هي فاش كتلقى راسك كتسقى بعطشك وكتشرب من عين فيها كحل كتر من الماء. ولد فاتي كيقدم راسو كبديل، ولكن البديل الحقيقي ماشي هو اللي يعطيك الخوف بدل الحل، ولا اللي يبيعك المؤامره عوض الفكره، ولا اللي يهيجك ضد وطنك باسم حب الوطن. هادشي هو أعلى درجات الخيانة المغلفة بالوطنية. راه الانقلاب اللي كيهضر عليه ولد فاتي ماشي في المغرب، راه في العقول، راه داك النوع ديال النضال اللي كيرفعو هو في الحقيقة شكل معاصر من التخدير الجماعي، كيحيد فيك الأمل ويعوضو بحالة طوارئ نفسية، كتولي كتعيش في الرعب، كتنعس على الشك وكتفيق على السؤال شكون ضدي؟ فين كاينة المؤامرة؟ علاش ساكتين؟ ولكن في الحقيقة راه المؤامرة الوحيدة هي أنك صدقت أن ولد فاتي عارف شي حاجة فعلا. هو ماشي بطل، هو سيناريو مخلوق من إفلاس فكري وشهرة مصطنعة. واللايفات ديالو راه ماشي نداء استغاثة، ولكن أغنية حزينة كيغنيها باش يشد جمهور تالف ما عارف لا شكون كيصفق ولا علاش باقي كيتفرج. ولد فاتي كيقدم نفسها كمنقذ، ولكن المنقذ الحقيقي ما كيقولش أنا وحدي نعرف، بل كيسول، كيخدم وكيقدم للناس أدوات التفكير ماشي أغلال الشك. خصنا نقولها بوضوح، ولد فاتي ماشي خاطر على النظام، ولد فاتي هو خاطر على الوعي الشعبي، ماشي لأنه قوي، ولكن لأنه قدر يقنع شريحة من الناس أن الحقيقة كتجي من ستوري إنستغرام فيها موسيقى درامية ومونتاج كيخنق. واللي بغى يشوف المستقبل بعيون واعية خاصو يوقف، يتنفس ويقول ما نكونوش ضحايا ديال بائع الرعب في زمن البوز. راه المغرب ماشي في خطر، ولكن الحقيقة هي اللي فعلا على حافة الانهيار. إلا بقينا نسمعوا لوهميين بحال ولد فاتي ونصفقوا لهم كأنهم أنبياء وهما غير باع الدخان بلباس المنقذ.